نسأل على الفرق بين الفاطر والمفطر. الفاطر هو اللي بيبقى فاطر برخصة في رمضان. بيفطر ايه؟ اللي بيبقى ليه رخصة يفطر بيها في رمضان. تمام. والمفطر؟ المفطر الحاجات اللي هي الأسباب اللي هي سبب الإفطار. المفطر يعني المفطر ده مش شخص أسباب يعني؟ ممكن. انت رأيك ايه؟ نفس اجابتها تقريبا برضه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الفاطر ده حاجات بإرادته هو، لكن المفطر بتبقى حاجات خارجة عن إرادته يعني بيفطر غصب تقريبا. عنه يعني؟ اه. وانت ايه رايك في الموضوع ده بقى؟ لا، الفاطر اللي هو فاطر السماوات والارض. الله سبحانه وتعالى. بسم الله ما شاء الله عليكي. فاطر السماوات والارض. فاطر السماوات والارض. المفطر اللي هو اللي بيفطر يعني. فعلا ايام صحيحه بتكسبي معانا مصحف هديه. الف مبروك. شكرا ليك. يا رب. شكرا. وانت طيب يا رب حضرتك طيب. ما الفرق بين الفاطر والمفطر؟ ما الفرق بين الفاطر والمفطر؟ نبدا بالمفطر الاول. المفطر هو الذي لا يصوم رمضان، يعني عكس الصائم اللي هو بياكل ويشرب في نهار رمضان، يعني هو ده المفطر. اما الفاطر؟ اما الفاطر اعتقد والله على معنى هو الله سبحانه وتعالى، لان في آية فاطر بسم الله الحمد لله فاطر السماوات والارض. فاطر السماوات والارض. اذا الفاطر هو خالق السماوات خالق السماوات والله سبحانه وتعالى خالق السماوات والارض، بينما المفطر هو اللي مش صايم. الف الف مبروك، فزت معانا فعلا. شكراً. الفاطر هو الله سبحانه وتعالى. الله فيك. الفاطر هو سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى خالق السماوات والارض، فاطرها اي خالقها. كل عام وانتم بخير. وانت بصحة السعادة. شكرا. الله يخليك. بارك الله فيكم. لا، الفاطر ده ربنا يعلم بحاله، اذا كان مريض يجوز يفطر حسب ما هو الله اعلم به. ده الفاطر. ده الفاطر. والمفطر؟ المفطر برضه جزاؤه برضه عند ربنا هو يعلم به برضه. عايزين ايه الفرق بينهم؟ هم الاثنين واحد؟ هم الفطر هو نفس المفطر؟ نفس المفطر. يعني الفطر بيفطر في رمضان. والمفطر ما بيفطر برمضان هو نفسه.